السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعنا لكم بتحدي جديد من المطبخ الليبي. الفيديو النهارده بالتعاون مع مطبخ زكريا. ادخلوا عندها وشوفوا الوصفة بتاعتها اللي نزلتها النهارده من التراث الليبي. انا منزله النهارده بسكوت آه، جوز الهند او اصابع بسكوت جوز الهند، بجد طعمها خطير جدا من المطبخ الليبي. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونشوف ازاي هنعملها ونشوف التركات اللي فيها، ونشوف هيفرق ايه عن البسكوت العادي، اذا كان ده كويس ولا يعني كويس. هو بصراحة هو حلو جدا وناعم جدا جدا، وبجد وبيفرق قوي قوي قوي. يلا بينا ندخل ونشوف المقادير، بس قبل ما نروح ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هنا معايا 200 جرام من الزبدة، عليها 50 جرام من الزيت. طيب أنا ما فيش عندي الميزان. استعملي الكوبايات المعيارية. الكوبايات المعيارية 50 جرام هتلاقيها اللي هي ربع كوباية، وال 200 جرام الزبدة كوباية زبدة. تمام ومعايا كمان نص كوباية من السكر البودر أو 100 جرام من السكر البودر، هضربهم مع بعض لغاية ما قوام الزبدة يبقى كريمي وفاتح معايا. هنزل عليها بالبيضة والفانيليا وهضربهم برضو مع بعض لغاية ما البيضة تختفي. طيب أنا ما فيش عندي المضرب الكهربائي، عادي استعملي معلقة، استعملي إيدك، استعملي المضرب السلك اليدوي. أي حاجة تعرفي تضربي بيها اضربي. ما فيش عندك حاجة خالص اضربي بالمعلقة. تمام، هضربهم كده مع بعض وبعد كده هنزل بباقي المكونات. انا كنت محضره ربع كوبايه من الكاكاو الخام. طبعا الكاكاو يبقى طعمه حلو. المره دي الكاكاو اللي انا جايباه يعني ما عجبنيش قوي. هضربهم كده مع بعض، وكمان هنزل بنص كوبايه من النشا. هقول لكم على حاجه، اضافه النشا دي انا اول مره بصراحه احط في البسكوت نشا. بس لما تيجي تحطيها بلاش تحط نص كوباية كاملة، لا حط ربع كوباية، لأن النشا بيخلي البسكوتة تركم كده في البق، أو تحس إن في حاجة كده واقفة كده في زورك. فالنشا بصراحة ما بستهواش النشا بالذات في البسكوتات. الا لو هتحطي معلقه واحده. تمام، ضربتهم كده حلو مع بعض. معايا كمان نص كوبايه من السمسم المحمص، على ربع كوبايه من اللوز المجروش خشن. حسب ما انت حابه الجوز ممكن تزودي، مش الجوز اللوز. ممكن تزودي اللوز، بس انا اللي كان عندي او يعني على ما جبت اشتريت بتاع يجي ربع كوبايه كده، جرشتهم وحطيتهم. هانزل بقى بالدقيق عليها، يعني ده مثلا ده 400 جرام من الدقيق، عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلبهم كده مع بعض. لقيتي محتاج دقيق هتزودي الدقيق. شايفين قوام البسكوت معايا بقى عامل ازاي بقى؟ يعني لا هو يعني طري قوي ولا ناشف قوي، فانا عايزاه ان هو ينفع يتشكل معانا. وطبعا زي ما انتوا عارفين البسكوت ما يتعجنش كتير، اتعجن كتير هيبقى جامد معاكي كده وهيبقى خشن. انا هنا شكلته على شكل الاصابع، فاول واحده اللي انا شكلتها دي هسيبها قدامي بحيث ان انا اخد جميع الكميات بتاعه البسكوت او اصابع البسكوت. هعملها على نفس المقاس بتاعها عشان تبقى كله بشكل متساوي، وما تبقاش واحده اكبر من واحده وواحده اصغر من واحده. شايفين كده؟ وهبدأ بقى الرصاص في قلب الصينية. الخطوات بتاعتها سهلة جدًا، جدًا، بس علشان هنا أنا كنت عاملاها على يومين، فأخدت منّي وقت، لإن أنا كنت ده باصوّره بالليل وما كنتش قادرة خلاص إن أنا أكمّل، فيا دوب خبزته وطفيت عليه وتاني يوم شكّلته. هنا خلاص خلّصت كل الكمية، فشايفين ما شاء الله كُلّه نفس التساوي، ما فيش واحدة أكبر من التانية أو واحدة أصغر، وكُلّه نفس الحجم، ممكن تقطّعيه بالميزان. هتدخليه الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يحمر معاكِ ويبقى اللون بتاعه دهبي كده وحلو. بس خلّي بالِك البسكوت ده بيتهرى جامد جدًا، فهو ناعم أوي، أوي، أوي بطريقة يعني مستفزة. وطعمه هو ريحته بصراحة ريحته جميلة وطعمه حلو أوي. بس زي ما باقول لِك يعني حاولي إن أنتِ وأنتِ تحطّي النشا قلّلي النشا عشان ما يبقاش ناعم معاكِ أوي. هنا بقى التزيين بتاعنا أنا عندي هنا شوكولاتة بيضا مسيّحاها على حمام مائي. الشوكولاتة بالذات ما تطولش المَيّة السخنة، يعني حاولي وأنتِ بتسيّحي الشوكولاتة البيضا بالذات البيضا
عدوّتها النار والحرارة العالية. يعني أنا حاطة مثلًا حاجة كده يكون حاجة كده يعني تكون كده يعني البراد مثلًا وتحطّي فوقها البتاعة بتاعتها. شايفين هنا أنا باشكِّل أهو زي ما أنتم شايفين، بازيّنها وباقوم حاطّاها في قلب الجوز، أغطّيها بالجوز وأطلّعها وأحطّها في الصينية، أستنى عليها لغاية ما تشد معايا الشوكولاتة وأقوم عاملاها، وأقوم بقى مسويّاها من الأطراف. الشوكولاتة البيضا مع الجوز بتدّي طعم خطير جدًا وطعمها حلو أوي. أنا هنا أول واحدة كنت باعملها فاتكسرت منّي، عادي هنكمّل ما فيش أي مشكلة خالص، الولاد كده أخدوها من قدّامي وأنا باشتغل. زي ما قُلت لكم الفيديو ده بالتعاون مع مطبخ أم زكريا، ادخلوا عندها وشوفوا الوصفة الجميلة اللي هي منزّلاها، هتبقى برضه وصفة مميزة وجميلة. طبعًا هنا أنا هنا باغطّيه بالجوز وباحطّه في الصينية بحيث إن هو يشد معايا. يا ترى تحبّوا الوصفة الجاية تبقى من أنهي دولة؟ قولوا لي في الكومنتات لو الفيديو عجبكم، ولو إخواتنا الأشقاء اللي من دولة ليبيا شافوني وأنا باعمل الفيديو ده، قولوا لي رأيكم نفس ما أنتم بتعملوه والّا هنا أنا باخد أصابع البسكوت وباسوّيها كده من الأطراف بحيث إن يبقى كلّه طلع شكله جميل ومتناسق مع بعض. شايفين هنا أصابع البسكوت ما شاء الله كان جميل جدًا، والكمية اللي أنا عاملاها مطلّعة كمية حلوة، يعني ده مثلًا في الميزان 3/4 كيلو أو 750 جرام. فجربوها لأولادكم وإن شاء الله تعجبكم. ووصفتنا النهارده زي ما قلت لكم كان من المطبخ الليبي. في نهاية الفيديو أترككم في حفظ الله ورعايته، أقول لكم السلام عليكم.